بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. اليوم جبت لكم طريقة الصبلة اللي هي خفيفة وبنينة. باش نشارككم الطريقة. عنا 4 عظمات، عنا 200 جرام نشا، عنا رطل سكر محور، وعنا رطل زبدة، وعنا كيلو 300 جرام بالضبط فرينة. كلهم راهم مغربلين مع قرص الملح وغربلناهم الكل وعدينا مع الغربال. تو باش نبداو بالسكر المحور. بالطبيعة زادا غربلناه كلهم مغربلين باش يتهواو. ناخذوا رطل الزبدة، اللي يحب الزبدة نتاع ديليس حيواني ينجم يعمل زبدة حيواني، اللي ما عندوش يعمل بالمارغورين. باش ناخذوا الزبدة نتاعنا تكون بحارة الغرفة، ما تكونش من الفريجيدير، راهي تهلكلكم من الركادة نتاعكم. بين نحطوا معاهم 2 ساشيات سكر فاني، بالطبيعة 2 خميرة متاع مرطبات 10 جرام، ونخلطوا كالعادة بالباتور نتاعنا كيما تراو. نركضوا بشوية بشوية حتى لين يدخل السكر والزبدة مع بعضها تولي كريمية، تولي البات كريمية، تحسها بدا حتى بالخف تولي خفيفة. نركضوا بالكدا. توا هكا شفتوها كيفاش ركضناها مليح، ولات كتراها تقوش كريم شانتي. من بعد نبداو العظمة نتاعنا نزيدوا بشوية ومنطون نبداو نركضوا مليح مليح حتى لين تدخل العظم مع السكر ومع الزبدة. شوفوها كيفاش مع بعضنا كيفاش نركضوا فيهم. نركضوا مليح مليح. اللي ما عندهاش باتور حتى بالفوي نتاع اليدين تنجم تركضها، راهو مش بالضرورة معناها هاكا كيما تراو معايا. تويكا باش نحطوا النشا اللي هما كيما قلنا مع بعضنا 200 جرام، نخلطوهم مع الفارينة مع قرص الملح ومع الخميرة، نخلطوهم بالكدا مع بعضهم. وناخذوا في معون اوسع شوية بالطبيعة. هذاك الباكو الثاني 10 جرامات ناخذ، حتى ثم باكوات فيهم 3 جرام. خلطهم بالكدا مع بعضنا كيف ما تراو عندنا تونا هنا في الفيديو. خلط المكونات الكل بالكدا. توا ناخذهم في معون اوسع شويه باش نخلطوا مليح الباط نتاعنا. بالطبيعه نخلطوا ديما بروس الاصابع، ما نخلطوش كيما العجينه نتاع الخبز، نخلطوا باصابعنا حتى نحطوا العجينه دخلت ولات باهيه حتى العجينه نتاعنا كيما تراوها هيك كيفاش ولات. كي تنزل عليها ما تشققش العجينه. شفت كيفاش سوبل على الاخر محلاها جات العجينه ما شاء الله. تويك نحطوها في ساشي، نحطوها في الفريجيدير نصيف ساعه ترتاح العجينه نتاعنا. ومن بعد هيك ناخذوا بابي هذاك نتاع كويسون يسهل راهو الخدمه على الاخر. ناخذوا العجينه اونتر دو بابي كويسون، ما بيناتهم تبدا العجينه ونعديو بالقلقال. ومن بعد هيك بالطبيعه عندنا الفورمات ما شاء الله كيما تحبوا تشتهوا في السوق، موجوده انواع واشكال. الشكل اللي يعجبكم اعملوه كيما تراو لهنا. ما تجيش متينه برشا معناها باش ما تجيش عاليه الكعبه بالقدا باش تولي دوبل. من بعد كيما تراو هكا في التصويره ماهيش عاليه برشا، باهيه مع الطيب تولي باهي الكعبه. بالطبيعه الحراره متاع التطيب ما تفوتش 140 150. وانتم ديما نرجع نقول انتي والفور متاعك، وثم ديفور سخان على الاخر وثم ديفور الحراره نتاعهم انتي والفور. المهم تكون الحراره معتدله من الفوق ومن اللوطه، ما تفوتش 4 ساعه ماكسيموم. بعد ما يطيب الصبلي نتاعنا نعملوا له مونتاج، نحطوا له معجون ورشوا عليه شويه سكر غلاس وتاكلوا صحه وبالشفاء. الى اللقاء، ما تنسوش الاشتراك والسبسكرايب وكل وان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله على الحمصيه او ما تسمى بالغريبه.